السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد، وصفة حلوة جدا تنفع غدا وتنفع عشاء. ان شاء الله الفيديو يعجبكم بإذن الله. هنعمل النهاردة المكرونة بالوايت صوص الأبيض بالفراخ. ان شاء الله بإذن الله يعجبك وتستفادي منه ان شاء الله. بس بتمنى منكم قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لأم وأبويا بالرحمة. وكمان ما ننساش ندعي لإخواتنا في غزة وفلسطين وفي كل الدول العربية. الوصفة النهاردة بتاعت النهاردة حلوة جدا. في أقل من 3 دقايق أو في 3 دقايق هتكونوا محضرة أحلى طواجن فراخ بالوايت صوص. الطاجن ده بره غالي جدا وعمره ما هيبقى بالجمال والحلاوة اللي انت هتعملها ببيتك ولأولادك. الوصفة دي الكل يعني بيحبها، وسهلة وسريعة ومتاخدش على فكرة معاكي وقت في المطبخ أبدا. بتمنى النهارده الفيديو يعجبكم، وبتمنى تعملوا له لايك وتعليق حلو من ايديكم كده. ويلا بينا ندخل نشوف الفيديو ونشوف الطواجن الجميله بتاعتنا ده عملناها ازاي. يلا بينا. اولا انا معايا هنا مكرونه بالشكل ده اللي انتوا شايفينه معايا ده. انت اي نوع مكرونه بتفضليه وبتحبيه اعمليه، بس لو لقيت المكرونه اللي هي بالشكل ده اللي هي رسمه الورده دي او الفيونكه، يا ريت تجيبيها. حلوه جدا جدا في الوصفه بتاعت النهارده، وبحس ان هي ايه رقيقه كده عن المكرونه التانية. رحنا كده على البوتاجاز، اول حاجه سلقناها. المكرونه نزلت هنا بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من الزيت. الميه لازم تكون بتغلي، ونزلت عليها بالمكرونه بتاعتنا كده. وحاولي يعني ايه ما تقسيش عليها قوي في السليق، لان هي رقيقه ما بتاخدش سليق كتير. يعني ما تسلقهاش جامد لحد ما تدوب معاكي، لا تبقى حلوه كده وماسكه نفسها. معايا هنا كمية من الفراخ مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شرايح زي شرايح الشاورما، وفي مكعبات. بس حاول التقطيع يكون كبير شوية علشان ايه لما بتيجي تسويها بتبقى بتكش منك. تبلتها بملح وفلفل وبهار فراخ ومعلقة صغيرة من الصويا صوص، بتديلها طعم حلوة جدا جدا وريحتها بتبقى بصوا روعة الروعة. رحنا هنا بقى على البوتاجاز، نزلت بمعلقتين كبار من الزيت، ونزلت عليهم بالفراخ. لازم الزيت يسخن كويس جدا يا بنات الاول. وما تنزليش بالفراخ مرة واحدة علشان ما تبقاش كلها على بعضها كده، وبعدين ايه تنزل منك مية كتير، والنار تكون وسط. نزلت هنا بالفراخ ووزعتها في الطاسه زي ما انتوا شايفينها كده، وما قلبتهاش. اول ما حسيت ان هي اتشمعت من تحت بدات اقلبها. الفراخ دي يا بنات ما هيش مجرد بس تدي لها تشويحه كده، لا، لازم تاخد لون ذهبي علشان تبقى طعمها حلو في الطواجن بتاعتنا اللي احنا عاملينها كده. في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها الفراخ هننزل عليها ببصلايه كده. بس الاول تحطي لو عندك زبده، حط مكعب زبده ومعلقتين زيت. انا ما بما ان ما فيش عندي الزبده فقلت ايه نستعمل الزيت النهارده. وكان وكانت حلوه جدا. ما كانش فيها اي مشكله. نزلت هنا بالبصلايه بتاعتي، بصلايه مقطعاها قطع صغيره زي ما انتم شايفينها كده، وبدات ايه اشوحها تاخد درجه من درجات اللون الاصفر، ما تغمقهاش، يا دوب بس درجه خفيفه جدا. وبعدين نزلت باربع معالق دقيق على البصلايه كده وشوحتهم كويس جدا لحد ما تحس ان الدقيق طلع الريحه بتاعته. احنا هنا هنعمل الصوص اللي هو الصوص الابيض بتاع المكرونه. معايا هنا كيلو من الحليب، لتر من الحليب او اللبن زي ما بتسموه. وفضلت اقلب شويه اقلبه كويس جدا عشان ما يكلكعش معاكي. ونزلت معايا هنا كوبايه من كريمه الطهي، كوبايه كريمه من نص كوبايه من كريمه الطهي. في الوقت ده لو عندك جبنه شيدر حطي حته كده من الجبنه الشيدر المبشوره. ما فيش عندك، انا ما كانش عندي بصراحه جبنه شيدر، فعملت ايه حطيت اللي هي ميكس جبن. كانت حلوه برضو. لو ما فيش عندك برضو اللي هي الشيدر عادي، ما فيش اي مشكله. وبدات اتبل البشاميل بتاعي كده بالملح والفلفل. ونزلت بقطع الفراخ في قلب البشاميل، يا دوب خدته غلوتين كده مع البشاميل. وايه وبعدين كملت بقيه الوصفه. في الوقت ده لو انت حسيت ان البشاميل اللي معاك تقيل، يا اما تضيفي له كوبايه لبن يا اما كوبايه شوربه. او واحنا بنسلق المكرونه دي انا بصراحه كنت شايله كوبايتين ميه من ميه المكرونه اللي احنا سالقينها، وضفتها على البشاميل بتاعي علشان يكون خفيف كده والمكرونه تكون غرقانه في الصوص. الصوص بتاع البشاميل ده يا بنات بيكون خفيف، ما بيكونش تقيل، بيكون خفيف جدا علشان تكون غرقانه في الصوص كده.
انت اي حاجه بقى بعد ما خلصتها بقى كده وقلبت الفراخ والمكرونه وكل حاجه في بعضها كده، ما جبت الطواجن اللي هي زي اللي انتوا شايفينها معايا دي، انتوا اي حاجه عايزه تعملها في بايركس، عايزه تعملها في طواجن اللي هي الفخار، بتبقى حلوه جدا. بس انا حبيت الشكل ده زي المطاعم. وزعتها في الاطباق كده، وحطيت على وشها جبنه موتزاريلا، ودخلتها الفرن، وطلعت معايا بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. حاجه كده بصوا محدش بيختلف عليها، الكبير والصغير بيحبوها. طعمها كان روعه الروعه بجد يا بنات، كانت حلوه جدا والله، بجد بجد كانت طعمها روعه روعه. وما اخدش معاكي وقت، وكمان حاجه حلوه لاطفالنا وحاجه حلوه لنا احنا برضو، الكبير والصغير بيحبها. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.